كنت واقفة بعمل الكفتة والمكرونة بشاميل، وساعتها لقيت حماتي بتقول لي الله ينور، عملتي كل اللي قلتلك عليه. قلت لها ولسه، بكره اعملك السمك اللي انت طلبتيه مني. لقيتها بتقول لي مش عارفة ليه تعبانة، مش قادرة اقف، وحاسة ان انا مش هلحق اكل الاكل ده، مش هيكون من نصيبي. ساعتها قلت لها صلي على النبي يا حماتي ووحدي الله، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ امال مين اللي هياكل الاكل ده؟ انا تعبت فيه قوي. كنت بكلمها وانا بكمل الاكل لحد لما سمعت حاجة اتهبطت ورايا، وساعتها لقيتها هي فعلا وقعت من طولها. وقلت لها مالك؟ ايه اللي جرالك يا حماتي؟ لقيتها بتقول لي حاسه ان روحي بتطلع، تعبانه قوي، وقلبي بيوجعني جدا. ساعتها قلت لها طيب هجيب لك الدواء من اوضه النوم واجي بسرعه. وساعتها فعلا من قبل ما ترد عليا كنت بجري زي المجنونه، ودخلت على اوضه النوم بتاعتها، جبت لها الدواء بتاعها. بس ساعتها لقيت حاجه غريبه على السرير، لكن ما كانش فيه اي وقت. طلعت بسرعه ورحت لها، وانا بديها الدواء قالت لي استني، اسمعيني كويس قوي قبل ما اموت وهتحاسب على كل حاجه. ابوس ايدك اسمعيني، حماكي ورا سر كبير ولازم تعرفيه. ولقيت حماتي بتصدمني باكتر حاجه ما كانتش تخطر على بالي حماية كان بيعملها، وطلع مجرم، يمكن اكتر انسان مجرم في الدنيا. ولقيتها بتقولي حماكي بيعمل مصيبه كل يوم، مش كل يوم، ده بقاله سنين، وفلوسه كلها من حرام. حماكي بيحط على العطارة بتاعته، على عطارة معينة يعني، نوع من المخدرات. أيوة، نوع بيخدر الجسم كله، بيخلي الإنسان ما يحسش بألم، علشان يعني الأمراض الصعبة، والناس علشان كده ما بتحسش بالوجع. وبيقولوا عليه إن العطارة بتاعته بتجيب نتيجة، وبيعرف يضحك عليهم ويغشهم. ساعتها لطمت على وشي وقلت لها يا نهار أبيض، إزاي بيعمل كده؟ يعني يجيله ناس بتتألم يديهم السم ده في جسمهم؟ طب ما كده هيموتوا، هيموتوا أسرع. لقيتها بتقولي اتصرفي، لو مت ولا جرالي حاجة واعملي أي حاجة، المهم إن عيالي ما ياخدوش الفلوس دي، الفلوس الحرام يتخلصوا منها، وأبوهم كمان لازم يتصرفوا معاي، لازم عيالي الاتنين يعرفوا. وخلي بالكم كويس أوي من الفلوس الحرام. وساعتها بدأ نفسها يروح، وساعتها قطعت النفس تماما. فضلت أصرخ عليها، ما بقتش مصدقة اللي أنا سمعته، مصيبة كبيرة ومش عارفة أعمل فيها إيه. فضلت أصرخ من قلبي، لأن دي ما كانتش حماتي، دي كانت أمي وأقرب واحدة ليا. ده أنا ما كانش ليا أصحاب وهي اللي كانت صاحبتي. عيطت كتير وصرخت أكتر، وطبعا اتصلت بيهم علشان يجوا. بس قبل لما حد يجي، ساعتها كنت دخلت أوضة حماتي وأخدت بالي من شريط البرشام اللي كان موجود على السرير، وده كان حاجة غير اللي بتاخدها خالص. ساعتها خبيته في هدومي، لأن ما كنتش عارفة ده بتاع إيه وليه أخدته أصلا، وأنا عارفة كل الدواء بتاعها وأنا اللي بجهزه بنفسي. في الوقت ده كان جوزي وأخوه جه، وطبعا كان مصدوم جدا، وما كانوش متوقعين إن أمهم ممكن تموت في يوم من الأيام. بجد كانت صدمة بالنسبة لهم. لكن عدى الوقت وحماية كان جه وكان حاضر معاهم كل حاجة، وساعتها كان الموضوع صعب جدا. أنا أول واحدة ما كنتش قادرة أتحمله، بس كان لازم وقتها أسكت لحد لما كل الإجراءات تتم. ده غير إن أنا كان لازم أستنى يومين علشان بس جوزي أعصابه تهدى. وفعلا عدى يومين، وفي اليوم التالت لقيت جوزي بيقولي أنا بصراحة كده عندي حتة مشروع مش عارف أجيبها إزاي لأبويا علشان يديني الفلوس بتاعته. حتة أجانس عربيات دورين، إنما إيه، تحفة، ده غير المكان اللي فيه، حاجة كده هتنقلني نقلة تانية. لأن تعبت من دور المسؤولية اللي في الشركة ده. الشركة اللي أنا بشتغل فيها ما بقتش زي الأول، وأنا سمعت كده شوية كلام ما بين الموظفين الكبار يعني، إن الشركة احتمال تصفي قريب قوي، وإن أنا همشي منها. كنت سامعاه ومش عارفة أرد عليه، طب أقول له إيه بعد الطموح ده كله؟ وعشان هو متعشم، ساعتها ما كنتش عارفة أقول له إيه. لكني قلت له معلش، علشان خاطري اسمعني كويس يا زياد، أنا عندي كلام عايزة أقوله لك، وعايزك تسمعه كويس قوي. هقولك على كل حاجة حصلت. ساعتها قعد قدامي ولقيته بيقول لي خير؟ ايه يا بومة،
عندك فكرة تانية عايزة تقوليها؟ وقلت له لا، انا عندي مصيبة كبيرة لازم انت تعرفها. وساعتها بدأت احكي كل كلمة قالتها حماتي، ولقيته قام هو بيقول لي انت اتجننتي؟ انا ابويا بيحط مخدرات في العطارة بتاعته؟ ازاي تقولي حاجة زي كده على ابويا؟ وازاي تقولي ان امي قالت عليه كده؟ دي طول عمرها بتحترمه وبتسمع كلامه. قلت له اه، بس ما خدتش بالك انها مش بتاكل من الفلوس بتاعته، وانها بتاكل من فلوس ابوها؟ لقيته بيقول لي مش فاهم، انت اكيد اللي مألفه الموضوع ده، ابويا لا يمكن يعمل كده. وساعتها اتفتح علينا الباب فجأة، والمصيبة انه كان حماية. ايوه، ساعتها كنت حاسة ان انا هعملها على نفسي من كتر الخوف. اتخضيت جدا وقلبي وجعني، ولقيت حماية بيبصلي من فوق لتحت وبيقولي بقولك ايه يا مرات ابني، انا بقالي كام يوم مش عارف اكل كويس. انا جبتلك 2 كيلو لحمة في المطبخ، روحي يلا اعمليهم لي وحمريهم بعد ما تخلصي، وهاتهم لي عشان انا وابني ناكل مع بعض. ساعتها قلت له لا، زياد لسه واكل، انا هعملهم لك حاضر وهجيبهم لك لحد عندك. ساعتها لقيت جوزي بيبص لي ومستغرب جدا ان انا متجرأة كده، بس انا كنت مرعوبة فعلا. دخلت المطبخ وبدأت اعمل اللحمة اللي قال عليها، بدأت اعمل الاكل، بس كنت وقتها مش قادرة اصدق وخايفة جدا، خايفة يكون حماية سمعني، لان دي هتكون مصيبة. واحد مجرم زي ده لما يسمعني بتكلم عليه هيعمل فيا ايه؟ ده ممكن يخلص عليا. ده غير ان انا وانا بعمل الاكل اخدت ساعة ونص وما كنتش اعرف هما قالوا ايه بالظبط، لكني حطيت الاكل ولقيت جوزي بياكل. ده كمان لقيته بيقول لي مش تقولي لي مبروك؟ اصل انا اتفقت يا مروه مع بابا على المشروع اللي قلت لك عليه، وهو وافق. حبيب قلبي ما بيرفضليش اي طلب، هو عارف ان انا هعمل الحاجه الصح. ساعتها حماية قال لي ايه، مفيش مبروك ولا انت مش عاجبك الكلام؟ قلت له لا يا حماية، ربنا يخليكم لبعض، وشكلك كده هتعجبك اللحمة قوي يا زياد، بالهنا والشفا عليك. اتفضلوا كلوا بألف هنا. وسبتهم ومشيت. دخلت على الأوضة واستغربت جدا من موقف جوزي، ازاي اعرف ان الفلوس حرام ويصمم ان هو ياخدها ويعمل بيها المشروع؟ طب ليه يعمل كده؟ ده انا ابني لسه في بطني، طب لما ولده هاكله من فلوس حرام؟ المشكله ان انا لسه قايله له وما اثرش فيه اي حاجه. اتصدمت وقتها في جوزي وفي ردة فعله، وما كنتش عارفه اتصرف ازاي. في الوقت ده فضلت افكر ليل ونهار، لحد لما تاني يوم رحت عند اختي وقعدت معاها وقلت لها انا جايه لك في كلام، ابوس ايديك ما يطلعش لاي حد، واعتبريني بقول لك كلام وانتي اصلا ما تصدقهوش، وكاني اصلا ما قلتهوش قبل كده. ساعتها قالت لي ما تتكلمي يا بنتي، من امتى بطلع اسرارك؟ قولي اللي انت عايزاه، انا اختك الكبيره، مش معقول يعني هاذيكي. قلت لها بصراحه كده، حمايه بيعمل مصيبه، بيحط العطاره بتاعته، بيحط فيها مخدرات نوع قوي جدا، لدرجه ان العيان لما بيجيله ياخد الوصفه منه فعلا ما بيحسش بألم. وعلشان كده الناس بتدفع دم قلبها، وعلشان كده عمي من اشهر العطارين هنا في المنطقه، واسمه مسمع في مصر كلها وكل الناس تعرفه، وعلشان كده هو غني ومعاه فلوس. عرفت ليه كل ما تسأليني كل دي فلوس حماكي جاية من العطارة؟ ما كنتش بعرف ارد عليكي، لكني عرفت السر ده وحماتي بتطلع في الروح. قوليلي اعمل ايه، دبريني. لقيتها بتقولي مصيبة سودة، يعني كل ده انتوا بتاكلوا من الحرام؟ ازاي يعمل كده؟ وازاي يأذي الناس؟ ازاي يموتهم؟ حرام عليه. قلت لها ايوه حرام، بس ايه العمل دلوقتي؟ وكمان بدأت احكي لها جوزي عمل ايه بالظبط. لقيتها بتقولي مفيش غير حل واحد، وهو ان انت تبلغي عليه. الساكت عن الحق اشتانه اخرس، واوعي تكوني كده، اوعي تسيبي واحد زي ده يضر الناس ويموتهم ويعجل بأجلهم. انت كمان لازم تتصرفي وتبقي قوية. قلت لها بس انا خايفة، خايفة قوي. لقيتها بتقولي وتخافي من ايه؟ ما تبلغي عنه كأن اي حد تاني بلغ عنه. قلت لها لا، مش هيكون الموضوع كده، لان اولا المخزن بتاع حماية اللي بيعمل فيه الخلطات في البيت. ثانيا بقى انا شاكه ان هو سمعني وانا بتكلم انا وجوزي، وخايفه جدا منه. لقيتها بتقولي سيبها على الله، طالما هتخلصي ضميرك وتعملي يعني الصح ما يهمكيش.
ده غير ان انا هكون معاكي دلوقتي، وهنشتري خط من الشارع ونتكلم الشرطة منه، ونبلغ عنه ونعمل كل حاجة، وكمان نرمي الخط ده على اساس ما حدش يعرف الخط ده بتاع مين ومين اللي بلغ عنه. وساعتها فعلا عملنا كده، اشترينا خط جديد، واتكلمت في التليفون وبلغت الشرطة، وقلت على كل التفاصيل من غير ما اقول اسمي ولا اي حاجة. وبعدها فعلا رميت الخط ده، وحسيت وقتها ان انا مطمنة وان الموضوع بعيد عني. وفعلا رجعت البيت، وساعتها اخدت بالي ان الشرطة كانت موجودة، دول كمان اخدوا حماية وقبضوا عليه. لكن في الوقت ده ما كنتش اعرف ايه اللي حصل، وكمان طبعا عملت نفسي متفاجئة ولا كأني اعرف حاجة. وساعتها كنت مرتاحة قوي ومبسوطة جدا. وساعتها بقى اللي ما عملتش حسابه ان زياد دخل عليا الأوضة، ولقيته بيقول لي انت اللي عملتي كده، انت اللي بلغتي على ابويا وديتيه في داهية، انت السبب صح، انت الوحيدة اللي تعرف الحكاية. ساعتها قلت له انا ما اقدرش اعمل كده، اخاف جدا من ابوك، ما عملتش كده يا زياد ولا عمري كنت هعمل كده. لقيته بيقول لي يبقى انت كدابة، انا مش قادر اصدقك، وعلشان كده هخلص منك قريب قوي. وده لما ابويا يعمل لي المشروع علشان احرق قلبك وانت شايفاني بنجح قدامك. وعلى فكرة بقى، انا واثق ان ابويا هيطلع منها وان انت كدابة وبتتبلي عليه. وفي الوقت ده طلع من الأوضة، وانا كنت وقتها من كتر الرعب عمالة بعيط، ومش مصدقة اللي جوزي عمله فيا، وقال كمان ان هو هيخلص مني. الحاجة الوحيدة اللي كانت مريحاني في الوقت ده ان حسيت ان انا عملت اللي في ضميري يعني، وان انا عملت الصح. وعدى بعدها كام يوم، طبعا كان حماية عنده تحقيقات كتيرة قوي وكان لسه مقبوض عليه، ما كنتش اعرف التفاصيل، وده طبعا لان جوزي ما كانش بيكلمني. لحد لما في يوم كنت طالعة من الحمام وانا مش شاغلة بالي خالص، لاني كنت متأكدة ان كل اللي في البيت ناموا. لكن فجأة سمعت صوت، وساعتها جريت على المطبخ اللي كان اقرب حاجة ليا، وطبعا كنت متأكدة ان مفيش حد هيدخله في الوقت ده. شربت مية وانا واقفة، لكني اتخضيت لما سمعت صوت جاي من ورايا، وده كان حماية. لقيته بيقرب مني وبيقول لي اغرب حاجة ما خطرتش على بالي ساعتها، ولقيته بيقول لي مش انا طلعت براءة، الله يجازي ولاد الحرام اللي بلغوا عني. هو انت متعرفيش مين اللي عمل كده ولا اقولك؟ انا عارف. المهم ان انت دلوقتي هتيجي معايا، هتركبي معايا على العربية لان عايزك في مشوار. ساعتها طبعا كنت حاسة ان هو هيخلص عليا، كنت عارفة هيعمل فيا ايه كويس. هو وقتها قلت له حاضر، انا هعمل كل اللي انت عايزه، بس ممكن البس هدومي. وساعتها زقيته بكل قوتي علشان ابعده عني، وطلعت اجري زي المجنونة. ولان جوزي كان نايم كنت حاسة انه مش هيحس بيا وكمان ممكن يتخلى عني. في الوقت ده جريت على بره واستخبيت في اقرب مكان كان قريب مني، كنت خايفة حد يشوفني وانا عريانة كده. في الوقت ده قابلت واحد واقف وترجيته ان هو يخليني اتكلم من تليفونه. وفعلا ساعتها كلمت اختي اللي جت بعد 10 دقايق بالظبط، وكانت جايبالي هدوم وكمان اخدتني معاها. ساعتها كنت خايفة مرعوبة، حسيت ان قلبي بيوجعني جدا، وطبعا ما كنتش عارفة هو طلع منها ازاي. لكني بعدها تابعت الموضوع وعرفت ان هو خلى واحد من اللي شغالين عنده يقول ان الحاجة دي بتاعته، وان هو اللي حطها في العطارة وطلع منها نفسه. ولكن سبحان الله، يا دوبك كام يوم وسمعت وقتها ان حماية لقوه ميت في المخزن بتاعه. ساعتها فرحت جدا، ايوه، لأول مرة افرح في حد بالطريقة دي، لانه كان بيأذي الناس ويموتهم من غير رحمة. وعدت الايام وجوزي كان فرح قوي بالورث اللي ورثه، وكانت الدنيا وقتها غراء جدا. لحد لما عدت الايام وعرفت انه عمل حادثة كبيرة جدا. طبعا ما سألتش عليه ولا كلمته لأن وقتها كان طلقني، لكن هو طلب انه يشوفني في الوقت ده. ولما رحت له لقيت حالته صعبة جدا، ولقيته بيطلب مني ان انا ارجع له علشان كمان خاطر ابنه اللي في بطني، وكمان ان هو هيتخلص من فلوس ابوه دي نهائي وهيشتغل بالحلال. وعلشان كده جيت اسألكم، ارجع له تاني عشان خاطر ابني اللي في بطني، ولا انسى لانه غدار وخاين وقبل على نفسه الحرام قبل كده؟ ويا عالم يعمل ايه بعد كده؟ ارجوكم ساعدوني برأيكم وقولوا لي اعمل ايه. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم
إيش